أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه الاخبار؟ قبل ظهور النتيجه وقبل بقى ظهور النتيجه وتخش في مرحله التنسيق والكلام ده كله، فدي فرصه كويسه جدا انك تتفرج على فيديوهات للكليات وتعرف كل حاجه عن الكليات، بحيث ان انت تكون مقرر انت هتختار كليه ايه، ولو ما دخلتي دي هتخش دي، ولو ما دخلتي دي هتخش دي، فاهم؟ فانت الفرصه دي بس فانت في الوقت ده المفروض يعني تكون بتدور كده في الكليات وتفهم كل حاجه. فعلشان كده انا بصور الفيديو ده عشان اعرفك عن تخصصي، الكليه اللي انا فيها، وهي كليه الطب البيطري. واكلمك بقى ليه؟ لان انت لو ربنا كرمك بمجموع ما بين مجموع الطب البيطري، يعني فلو انت جبت مجموع كليه الطب البيطري فانت هتكون جايب مجموع حاسبات، هتكون جايب مجموع تمريض، هتبدأ تلاقي مقارنات رهيبة ما بين الثلاث كليات دول، وكل شخص في المجال بتاعه بيأكد لك ان المجال بتاعه هو افضل مجال وانك لازم تخش المجال ده، فهتبقى في حاجة كبيرة يعني في الاخر. بجد والله انا شايف ان المجموع ده هو اكتر مجموع محير بجد، مجموع كلية الطب البيطري ده، لان ناس كتير هتلاقيها بتتكلم، ناس كتير قوي تتكلم. فانا طالع اكلمك كده كلام محايد عن الطب البيطري، هقول لك كل الاوجه بتاعته، كل اللي فيه، كل ايه اللي خلاني اختاره، هل الحاجات يعني هل المجال ده هيكون مناسب ليك، هقول لك على الحاجات اللي تشوف بقى هل هي مناسبه ليك ولا مش مناسبه ليك. علشان كده هتروح تعمل هنشربها، هنقعد نتكلم. بص ان انا اكيد متاكد يعني ان الفيديو ده هيتفرج على ناس كتيره، مش بس الناس اللي بتتابعني والناس اللي عارفاني. فلو انت مش عارفني، احنا بنعمل مشروب، بنقعد نتفرج على الفيديو، ما عندناش مونتاج، ما بعرفش اعمل مونتاج الفيديو بيفضل كده كلام كاننا على مصطبه لحد ما الفيديو يخلص وخلاص. جاهز هتشربها؟ انزل اعمل لايك، كومنت، سبسكرايب، اشتراك يعني لو ما عندكش اشتركتش في القناه. مش عايز تعمل الحاجات دي براحتك يعني، ما تعملش حاجه، ويلا نتكلم عن الفيديو. انا عايز اقول حاجه، اقول لك ان انا هكلمك عن كليه الطب البيطري، مش هقول لك الكلام التقليدي بتاع كل الناس اللي انت بتسمعه من كل الناس، وهو ان ده طب الانسانيه، انت بتعالج روح، محدش بيسمعها، ما بتعرفش تتكلم، محدش بيفهمها غير ربنا، فهو عمل انساني شريف جدا، جميل جدا، كل الكلام ده حقيقي طبعا. ولكن احنا دلوقتي لو اتحطيت في موقف ان انت جايب مجموع بيطري، الكليه دي بعد ما تتخرج هتديني ايه بعيدا عن الانسانيه وكل الكلام الجميل ده؟ انا دلوقتي ده مستقبل، معلش ده شغل وفلوس وده مستقبل، اختارها ولا ما اختارهاش؟ فده اللي احنا هنتكلم فيه بقى. بص يا كبير، طب بيطري مجال لا غنى عنه في حياه الانسان بشكل عام، تمام؟ يعني دي اول حاجه كده انا هعرفك قيمتك كطبيب بيطري باذن الله لو دخلت طب بيطري. بس للأسف في وطننا العربي بشكل عام المجال ده مهدور حقه، تحديدا في مصر، مش مهتمين بالأطباء البيطريين بشكل كويس. يعني معلش البلد أصلا مش مهتمة بالإنسان، هتهتم بالحيوان، الطب البيطري مش مهتم قوي بيه في مصر. ولكن عايز اقول لك حاجه، خد بالك ان اي علم البني ادم بيكتشفه فهو في الاخر خالص بيكون غرضه افاده الانسان. طيب الطب البيطري هيفيد الانسان ازاي في الاخر؟ اولا الطب البيطري اللحمه اللي انت بتشتريها، الفراخ اللي انت او اللي كنا، ماليش دعوه، المهم اللحمه او الفراخ اللي احنا بنشتريها ديت، ايه اللي يضمن لك ان الاكل ده سليم؟ الفراخ دي ما كانتش تعبانه، اللحمه دي ما فيهاش مرض. كل الحاجات دي اللي بيضمن لك ايه؟ هو الطبيب البيطري اللي بيكون مسؤول عن سلامه الغذاء. يعني من الاخر كده عايز اقول لك ان انت لو دخلت طب بيطري بغرض انك تاخد القيمه الاجتماعيه للدكتور والناس هتشيلك فوق راسها شيل من كل حته، فبص في مصر انت مش هتاخد قيمتك الاجتماعيه كدكتور بشكل كامل من الاخر يعني، عشان ما اضحكش عليك. ولكن لو سافرت بره مصر او بره الوطن العربي قيمتك هتكون عاليه جدا كطبيب بيطري. ودي الحاجات اللي احنا بنختار علشانها الكليات دي على فكره، وهي بره. خلينا نخش على طول كده في ايه هي
مجالات الطب البيطري بعد ما تتخرج، انت تقدر تشتغل ايه بعد ما تتخرج من طب بيطري، ايه الفرص اللي قدامك، ايه الكليه تقدر تخشها. اكيد سمعت قبل كده طبعا ان الطب البيطري مجالاته كتير جدا، تقدر تشتغل في حاجات كتير جدا. ولكن دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه هي الحاجات الكتير جدا دي. والله بصوا، انا قعدت اعدها كده بقى واشوف قد ايه طلعوا معايا شويه دول. انا كتبتهم لان انا بصراحه مش هقدر احفظ كل دول. اول حاجه ان انت تقدر تفتح عياده بيتس او عياده لارج. يعني عياده بيتس اللي هي الحيوانات الاليفه، تمام. فانت تقدر تفتح عياده حيوانات اليفه، ودي بتبقى في الاماكن بقى اللي هي ايه، الاماكن الراقيه، يعني زي اكتوبر مثلا. يعني انا من هنا، فالحاجات دي مش عندنا كتير يعني. فتلاقي في اكتوبر بقى، في التجمع بتاع، عارف الناس اللي معاها فلوس. من الاخر انت بتشتغل البيتس ده، الناس اللي معاها فلوس، اللي هو انت معاك فلوس لدرجه ان انت بتودي حيوان تكشف عليه. فاهم؟ ده البيتس. فهو يعني بيخليك تتعامل مع الطبقه الراقيه تحديدا. الدكاتره بتوع البيتس يعني بيتعاملوا مع الطبقات الراقيه من المجتمع. تاني حاجة عيادة لارج. عيادة لارج بقى ديت، اللارج يعني اللارج هي الحيوانات الكبيرة، زي ايه، زي البقر بقى والجاموس. ودي بتبقى العيادات اللي موجودة فين، اللي موجودة في القرى. ودي بقى عشان ما اكدبش عليك من الاخر عايزة دكتور عنتيل، لان الحيوانات ديت بعيدا عن ان انت بتعالجها، انت لازم تكون بتعرف تتعامل معاها اصلا. معلش الرفصة هنا بتموت. تاني حاجة ان انت تقدر تعملها بعد ما تتخرج من بيطري، وهي انك تفتح مركز بيطري. يعني ايه مركز بيطري؟ اصل ايه يعني، بتوع صيدله بيزعلوا لما نقول عليها صيدليه بيطريه. وفعلا يعني رفعوا علينا قضيه زمان خالص اصلا. مش فاكر قضيه ولا معرفش ايه. المهم اتلغى لقب صيدليه ده الطب البيطري. ولكن هو يعني بتفتح حاجه اسمها مركز بيطري، وده بتبيع فيه الادويه البيطريه. المجالين دول، سواء عياده سواء مركز بيطري، الاثنين دول عايزين يكون معاك فلوس عشان تقدر تفتحهم اول ما تتخرج على طول. وتحديدا العياده انت عايز خبره، تمام. في العياده انت لازم تتدرب كتير عشان تاخد خبره، عشان تقدر تشتغل كطبيب بيطري في عياده واحده. ثالث حاجه بقى، ودي اللي اغلب الدكاتره البيطريين بعد ما بيتخرجوا من الكليه بيشتغلوا فيها، وهي مندوب الادويه. يعني ايه مندوب ادويه؟ مندوب ادويه يا كبير ده من الاخر انت بتشتغل في شركه ادويه. شركه الادويه ديت بتدي لك ادويه وتقول لك روح عند الدكتور كذا والدكتور كذا والدكتور كذا، وتروح تعرض عليهم الادويه بتاعتك وتخليهم ايه، زي سبونسر كده. يعني اللي هم بيدوا يعني من الاخر لما يجي يكتب روشته لحد يكتب فيها الدواء اللي انت مديهوله، تمام. بس فده معناها مندوب ادويه. خد بالك يعني لو انا بقول لك مندوب ادويه، فمش مندوب ادويه بيطري، يعني مش بيفضل يروح للدكاتره البيطريين بس، لا، مندوب ادويه بشكل عام. انت بتروح لاي دكتور على حسب بقى الشركه بتاعتك محدده لك تروح لفين دكاتره، تمام. فهو مش بس بيطري. وعلى فكره مندوب الادويه اغلب الدكاتره بيروحوها. ليه؟ اولا لان انت مش محتاج تدفع حاجه، تمام. انت بتتعين في الشركه عادي، بيقبضوك حلو، بيبقى مرتباتها حلوه جدا جدا جدا. ومش بس بتوع بيطري، هم بتوع بيطري اكتر ناس مطلوبه في شركات الادويه لحوار مندوب ادويه ده. ليه؟ لان انت بيكون عندك خبره كبيره في الامراض وكل الكلام ده، والامراض المشتركه بالانسان والحيوان وكل الكلام ده يعني. ولكن في كل الكليات الطبيه تقدر تبقى مندوبين ادويه، زي صيدله مثلا، برضو زي طب بشري يقدر، لكن ما بيروحش طب بشري طبعا. بتوع علوم، ولكن دول في الاخر خالص هم بتوع زراعه يقدروا. ولكن لو ما لقيش من بيطري، ما لقيش من صيدله، ما لقيش، بيروح بقى العلوم والزراعه. مرتباتها حلوه، ولكن ليها مشكله مندوب الادويه دي، وهي ان بتنسي الدكتور اصلا، بتنسي الدكتور البيطري هو شغال ايه. فاهم؟ انت اي حاجه في مخك دلوقتي، اي تدريب تعرفه هو بتنسيك كل اللي انت تعرفه. يبقى تتخرج مندوب ادويه من الاخر انت بتبيع ادويه، ما نسيت بقى كل حاجه. وبرضه مرمطه يعني، بتفضل تلف على العيادات ولكن لم فلوس. فعشان كده الدكاتره بتروح لها اول ما تتخرج على طول، اللي هو الخريجين هم اللي بيشتغلوا الشغلانه دي غالبا. اما الوظيفه الرابعه بقى اللي انت تقدر تتخرج من بدر وتشتغل فيها، ودي هتكون كويسه جدا 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 للبنات، وهي الفود سيفتي. يعني ايه فود سيفتي؟ سلامه الغذاء. يعني ايه سلامه الغذاء؟ برضه سلامه الغذاء يعني بتشوف الاكل اللي قدامك ده هل هو سليم صالح للاكل كده، تمام. سلامه الغذاء دي المسؤول عنها طبيب بيطري. بيشتغل فين؟ بيشتغل على حسب الاماكن. يعني مثلا في المواني، مثلا المواني اللي هو الاكل اللي جاي لنا من بره مصر، مثلا الاكل اللي احنا مستوردينه بتاع، مستوردينه. المهم ان ده بيكون في طبيب بيطري طبعا لازم يكشف على الاكل ده، هل الاكل ده سليم ان هو يخش البلد ولا مش سليم. المستشفيات مثلا الكبيره بيكون فيها الفود سيفتي دوت، تبدا تكشف على سلامه الغذاء. بيكون في اماكن كتير قوي. انت فهمت الفكره؟ الفود سيفتي سلامه الغذاء ان انت بتتاكد ان الاكل ده تمام وسليم، وغالبا بكل لحوم يعني، تمام، سواء لحوم او البان او كل الكلام ده. وديت بتكون مفيده للبنات، او المجال ده بيكون مجال كويس للبنات. اغلب البنات هي بتشتغل فيه. اولا مرتباته حلوه جدا،
بالذات كمان لو اشتغلت مثلا في فندق من الفنادق بتاعت الاجانب دي، فاهم، في الغردقه بقى والكلام ده. غير كده ان المجال ده انت مش بتتعامل مع الحيوان بشكل مباشر، انت بتتعامل مع اللحمه بتاعت الحيوان، تمام، فانت مش بتتعامل مع الحيوان، فعشان كده البنات بقى هي اللي بتروح للحاجات دي يعني. خامس حاجه، في حاجه اسمها مراكز البحوث. مراكز البحوث دي، بص انا ما عنديش معلومات قوي عن مراكز البحوث، او ما عنديش معلومات اصلا عن مراكز البحوث، ولكن اللي فهمته ان في مراكز بحوث بيشتغل فيها الاطباء البيطريين برضو بعد ما يتخرجوا. سادس حاجه بقى وهي معمل تحاليل. انت تقدر تفتح معمل تحاليل. بتاع بيطري يقدر يفتح معمل تحاليل، بتاع بيطري يقدر يفتح معمل تحاليل، ولكن مش بتفتحها بعد ما تتخرج على طول، ولكن لازم تعمل دبلومه بتاع 9 شهور كده تقريبا بعد ما تتخرج. بعد كده بتقدر تفتح معمل تحاليل بكل سهوله. ولكن زي ما قلت لك، حوار بقى الصيدليه البيطريه ده، او نقول عليه مركز بيطري عشان الصيادله ما يزعلوش، ومعمل التحاليل، فده برضه محتاج يكون معاك فلوس عشان تقدر تفتحهم، فاهم، حاجه كبيره محتاجه راس مال كبير. تقدر بعد كده تشتغل فين؟ في المزارع. المزارع دي زي ايه؟ مزارع بقى الدواجن، مزارع الاسماك، مزارع الابقار، زي مثلا مزارع دينا، مزارع جهينة. عارف انت المزارع دي؟ في اصل المزارع بتاعت الابقار دي بيكون في مزارع غرضها انتاج البان، تمام، زي مزارع جهينة والكلام ده، وفي مزارع تانية بيكون غرضها انتاج لحوم، تمام. فالمزارع دي، ولكن برضه عشان ما اكدبش عليك يعني، المزارع الكبيره قوي اللي زي دينا مثلا وجهينة والكلام ده والمراعي وكل الحاجات دي، فهي محتاجه واسطه عشان تشتغل فيها. يعني قولا واحدا بقى عشان ما اكدبش عليك، المزارع دي مزارع كبيره قوي، فمحتاجه واسطه. مش اي دكتور بيقدر يشتغل فيها، واسطه، عايز واسطه. من مجال تقدر تشتغل فيه بقى، وهو طب وجراحه الخيول. اصعب مجال في طب بيطري. تقول لي هل طب بيطري فيها تخصصات جوه الكليه تقدر تتخصص؟ لا، طب بيطري ما فيهاش تخصصات، انت بتدرس كل حاجه، تدرس كله على بعضه. بعد ما تتخرج بقى بتشوف انت عايز تشتغل في ايه، وبتبدا تذاكر فيه قوي وتتخصص فيه من نفسك كده، بتذاكر فيه اكتر واكتر، تتعمق فيه مع نفسك وتبدا تشتغل فيه. نرجع تاني، مجال طب وجراحه الخيول هو من المجالات الضخمه والمجالات الصعبه في طب بيطري. طبعا لو تعرفوا الدكتور حاتم ستين على الفيسبوك، هو دكتور مشهور جدا يعني، دكتور بيطري متخصص في طب وجراحه الخيول. يعني زي ما انت بتشوف كده، الشغلانه ممتعه جدا بصراحه، ولكنها صعبه جدا. ولازم تركز برضو ان الحصان كائن مميز، يعني الحصان حيوان مميز عن بقيه الحيوانات كلها. هو ضمن اللارج، يعني ضمن الحيوانات الكبيره زي البقر والجاموس، ولكن الحصان حيوان مميز. وكمان يعني هتلاقي في الدول العربيه بتلاقي في مستشفيات، مثلا في دبي معرفش ايه، مستشفى كامله خاصه بالخيول، بس خيول بس. ليه؟ لان الخيول العربيه الاصيله بقى والكلام ده، الخيول بقى اللي ليها شهاده ميلاد ومن عيله فلان ابن فلان ابن فلان، فاهم انت، بتبقى خيول بتعدي ال 2 مليون و3 مليون، فبتبقى حاجه غاليه جدا. فلازم الدكتور يكون دكتور متخصص قوي، دكتور شاطر قوي، لان ده حاجه برقم كبير. طب وجراحة الخيول من المجالات الجميلة اللي أنا نفسي في يوم من الأيام أتخصص فيها بصراحة. تسع مجال تقدر تشتغل فيه، وهو الطب الشرعي. إيه الطب الشرعي ده؟ الطب الشرعي ده اللي هو بيبقى حوار، لو جثة ماتت، لو لقيوا جثة يعرفوا الجثة دي ماتت إزاي، وماتت مقتولة ولا ماتت وحديها. عارف أنت الكلام ده اللي هو بتلاقيه في الأفلام والمسلسلات مع الضباط والكلام ده، يقول لك الطب الشرعي هو اللي هيقرر. الدكتور البيطري يقدر يشتغل في الطب الشرعي. عشان ما اكدبش عليك برضو، المعيد اللي عندنا في الكليه في اول سيكشن لينا معاه قال لنا مجال الطب الشرعي، عشان تكونوا على درايه كده، الطبيب البشري اللي بيتخرج من طب بشري اللي هم اولى اصلا للطب الشرعي محتاجين واسطه. فانتوا كمان محتاجين واسطه طبعا علشان تشتغلوا في الطب الشرعي. فاللي هو اي حد في الطب الشرعي ده محتاج واسطه. لو معاك واسطه تقدر تشتغل في الطب الشرعي، تمام. دي اشهر 9 مجالات للطبيب البيطري يقدر يشتغل فيهم بعد ما يتخرج. ولكن في تاني على فكرة، ولكن ده كل الحاجات اللي انا حاولت اجيبها لك، او الحاجات المشهورة، او الحاجات اللي انت فعلا ممكن تشتغل فيها، لان في حاجات كتير قوي تاني على فكرة، ولكن دول اشهرهم. عايز اقول لك تاني برضو، خد بالك حوار الطب البيطري، انت اولا لازم تكون بتحب الحاجة اللي انت داخلها دي، لان ناس كتير شايفة ان اللي بيخش طب بيطري فهو بيخش طب بيطري طمعا في لقب الدكتور وفقط. ما تعملش كده، مش هتحب الكلية. لو انت مش حابب اي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها او من المجالات اللي انا قلتها، اغلب المجالات الباقية برضو فهي كده. احنا تعاملنا مع الحيوان بشكل رئيسي وبشكل اساسي، بس يعني زي ما قلت لك، ابعد مجال مش هتعامل مع الحيوان بشكل مباشر هو الفود سيفتي، الرقابة على الغذاء. دلوقتي انا وضحت لك اغلب مجالات الطب البيطري اللي انت تقدر تشتغل فيها كطبيب بيطري بعد ما تتخرج من الكليه. هل حبيت اي مجال من المجالات اللي انا قلتها؟ هل لو جات لك طب بيطري هتختارها ولا مش هتختارها؟ فعرفني ده في الكومنتات. لو جات لك طب بيطري تختارها ولا مش هتختارها؟ وسواء اخترت طب بيطري او ما اخترتش طب بيطري،
اوعى تنسى ان الطب البيطري مجال مهم جدا لسلامتك قبل اي حاجه تانية. اي علم موجود في الدنيا فهو في الاخر غرضه افاده الانسان او حمايته من المخاطر. بس ده كل حاجه عن الطب البيطري. شاركني بقى في الكومنتات، قول لي هتعمل ايه، هتختار طب بيطري مش هتختار طب بيطري. يلا سلام.